السلام عليكم الحبيبات ديالي، كي دايرين؟ اموركم مزيان؟ صحتكم بخير؟ اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الخدمه ديال هذا الدرس ديال هذا الجلابه الحبيبات ديالي اللي في الكميمات. الخدمه ديالو ساهله خواتاتي، يمكن لكم تدخلوا فاش ما بغيتوا. هنايا خواتاتي عندي الخيط مبرم على الشعرات، يمكن لكم تخدموا به على 3، ولكن جبدوا شويه ما يبقاش باش يجيكم في الخدمه مزيانه، والبرا تكون رقيقه ما تكونش غليظه. غادي نجي هنايا وغادي نثبت الخيط في الثوب، ودائما تكون عندكم الخرصة في الخويط في الآخر. وغادي نجي خواتاتي هنايا وغادي ندير جلويات، وغادي نرجع وغادي ندير عقدة، وهنايا غادي نرجع وغادي نعمر في الثوب، وهنايا كذلك غادي نرجع وغادي ندير جلويات، وتنرجعوا فوق هذا الربيس هذا دائما نخليوه باين، وغادي ندير جلويات. وهنا خواتاتي كنجيو هنا لهذا الراس ديال الجنب، وغادي نبدا الحبيك. طريقه سهله ديال هاد الطريز اخواتاتي، يمكن لكم تدخلوه في القفطان او في الجلابه. هنا خواتاتي بعد ما كملت الحبيك غادي نجي هنايا العقده الاخيره وغادي نعمر باش الحبيك كيتبت ليا، وغادي نرجع هنايا كذلك وغادي نعمر في الثوب. خواتاتي يمكن لكم هذا الطريس هذا تدخلوه فاش ما بغيتوا، تدخلوه في الجلابه او في القفطان. يمكن لكم تخدموه بحجم كبر من هذا على 3 ديال اللويات، وكنديروا 4 ديال الحبكات. طريقه سهله، وكنديروا سنينات الفوق
هنا خواتاتي هاد الطريس هذا يمكن لكم تخدموه بحجم كبر من هذا معوض على 2 مرات. وهنا يا خواتاتي نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا من هذا الشرح هذا ومن هذا الدرس هذا، وان شاء الله نتلاقاو في شرح اخر وفي درس اخر ان شاء الله. والخدمه ديالو ساهل، ما كيشدش اليد هاد الطريس اخواتاتي.